السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رامي عبد الرحمن، الحناوي، موفق ظريف، الهجري، عباس النوري، والكثير الكثير من أصحاب الأسماء هاي، وعلى أساس هي أسماء بارزة في المجتمع السوري. هذول عم يقودوا جهل الضلال تماما، جهل الضلال. هذول أصحاب جهل مركب. هاي الناس أصحاب جهل مركب. الدليل، أول شغلة، نحن حاليا الدستور عندنا اسمه مسودة الدستور، ما عندنا دستور. اثنين، عندنا حكومة مؤقتة، ما عندنا حكومة. ثلاثة، عندنا رئيس مؤقت، ما عندنا رئيس. ومين ما كان مستلم هالفترة هاي، مين ما كان مستلم الفترة هاي راح يكون بنفس الصفة هاي، سواء كان ليبرالي، علماني، درزي، مسيحي، علوي، من أي لون. بنيجي البعض ربما يقول انه ليش ما ذكرت الاكراد؟ الاكراد طموح اكبر من سوريا واكبر من تركيا واكبر من المنطقه بدون دوله. علما انه هناك قسم من الاكراد هن يعني فينا نقول مسالمين ضمن المجتمع السوري. بنرجع للتجيش الطائفي اللي عم تكون فيها الاسماء هاي. التجيش الطائفي انتم عم تخلقوا حقد وعم بتزيدوا الشرخ ما بين الطوائف ببعضها. لو عملنا احصائيه دقيقه، كرد وعرب وكل الاقليات ما بتعدى 25% خلينا نقول 75% انتم ضاربين بعرض الحائط بكل ارائهم. بغض النظر عن اكثريه وبغض النظر عن اقليه، نحن بهمنا حاليا اي حكومه او اي رئيس يستلم، شو بدنا؟ المجتمع شو بده؟ اول شغله بدنا الامن والامان. اثنين، بدنا نقضي على المخدرات. ثلاثه، بدنا نحاول ناسس منظومه امنيه قويه لتحمي المواطن. مو الموضوع والله لتحمي الرئيس، لتحمي الرئيس احمد الشرع ولا تحمي فلان من الناس. كان من يكون استلم الفتره هاي بده هيك يشتغل، بده يشتغل على هالمبدا هذا. بعد ما بياسس هالمنظومه، عاد ساعتها بتقعد الناس وبتبدا على موضوع الدستور، وبتقعد تتناطح سياسيا فكريا لتحفظ حقوق الناس والمجتمع. انت عم بتجيش ضد العلوي وعم بتجيش ضد الدرزي. ليش عم بتجيشوا؟ ليش؟ بحجة حقوق أقليات؟ لا، هاي ما هي حجة حقوق أقليات. إذا أنت عندك الفكر السياسي يا أبو جهل، تفضل انتظر الفترة وادخل بالسياسي واحكي. ربما ينتخبك السني قبل العلوي، وربما ينتخبك المسيحي قبل الكردي، وربما ينتخب وقت اللي بتكون انت صاحب برنامج وصاحب اداء حقيقي. اما حاليا فقط كل الموضوع تجيش على طائفي، اسقاط الحكومه، بعد اسقاط الحكومه فوضى، وبعد الفوضى قتل، دمار، ارهاب، سرقه، نصب. شفنا واحد درزي خطفناه، شفنا واحد علوي خطفناه، شفنا واحد سني خطفناه، شفنا واحد مسيحي خطفناه. عاجبكم الوضع هذا؟ انتم كمرجعيات على اساس عادين حالكم؟ انتم اصحاب فكر، انتم اصحاب فكر، وجهلكم جهل مركب. والله راعي الغنم ما وصل للتفكير اللي عم توصلوا له انتم اللي عادين حالكم رمز من رموز المجتمع. عباس النوري على اساس انه انت مختفي خلف انه انا كنت معارض للنظام، ويوم بامريكا ويوم باسرائيل ويوم ما بعرف وين، ولا اللبواني ولا غير اللبواني ولا كل الكلاب الضاله هاي. المجتمع ما عاد بده، ما عاد بده. المجتمع مل، المجتمع تعب، المجتمع تعب من الدم، من القتل، من كل شيء. المجتمع تعب من الشيعي، تعب من الكردي، تعب من السني، تعب من التجيش الطائفي هذا. استحوا ذوقوا بس. الموضوع اكبر من ثقافي. الثقافي ما تعني انك تكون شيخ طائفي. يا حناوي، شو المؤهل العلمي اللي معك؟ لانك شيخ فقه، ولانك شيخ دين، ولانك اخ الشيخه، وبدك دوله مدنيه. معمل انتخابات انت على الشيخه اللي عندك؟ ولا هذا الكلام بينطبق على كل الطائفه الدرزيه؟ مو عندكم توريث الشيخه وعم تقود مجتمع، وكل واحد مقسم ال 500,000 درزه مقسمينهم على 4-5 مناطق؟ بتيجي للعلويين عم بقودوكم ضباط ومجرمين. ليش ليتخبوا ورا الكلام هذا؟ بكتفي بهذا القدر والله يبارك فيكم. والموضوع بده وعي، والموضوع ما بده كتير سياسي، وما بده كتير دكاتره متخرجين من السوربول ولا دكاتره متخرجين من امريكا مشان تشرح الوضع هذا. الشعب السوري يبحث عن الأمان، الشعب السوري يبحث عن الأمان، الشعب السوري يبحث عن الأمان. وشكرا. وعلى فكرة يعني الشعب راح يدوسكم، الشعب راح يدوسكم، عموم الشعب، لكل الناس هاي. لأنه الموضوع نحن نبحث عن الأمان بغض النظر مين الرئيس وبغض النظر مين الحاكم.
بغض النظر إن كان سني، وبغض النظر إن كان كردي، بغض النظر إن كان علوي، وبغض النظر إن كان درزي، وإن كان مسيحي، وإن من أي طائفة من الطوائف. وشكرا لكم.